هنبدأ إن شاء الله بأول نموذج وأول سؤال على أقليدس. مثلث قائم وعندك فيه ضلع طالع من القائمة على عمودي على الوتر. بيقول لك ألف باء بيساوي. أنت أصلا طالما ده أقليدس يبقى أنت عندك الألف دال من أقليدس بيساوي ألف باء في ألف جيم على باء جيم. أهو لسه قايل أقليدس أصلا، فده قانون. ألف دال بيساوي ألف باء في ألف جيم على باء جيم. انت لازم يبقى في ذهنك القوانين كلها، طالما اكلودس جت قدامك لازم يبقى في ذهنك القوانين كلها. تمام. طيب الف ده اللي قلنا بيساوي كذا، هعمل طرفين في وسطين. الف باء في الف جيم في واحد بالف باء في الف جيم بتساوي باء جيم في الف ده اهي. خلاص، يبقى دي جت منين يا مستر؟ جت من اقليدس. تمام. طيب اللي بعده بيقول لك في المثلث الف باء جيم اذا كان الف جيم تربيع زائد جيم باء تربيع بيساوي الف باء تربيع. ألف جيم تربيع زائد جيم باء تربيع بيساوي ألف باء تربيع. يعني عندك ضلع تربيع بيساوي مجموع ضلعين تربيع. يبقى كده المثلث ده قائم في زاوية ب 90. أنهي زاوية؟ هات الحرف اللي ناقص. المثلث اسمه ألف باء جيم، وعندك الضلع اللي بيساوي الضلعين هو ألف باء، يبقى الزاوية اللي قصاده هات الحرف الناقص جيم، يبقى زاوية جيم. خلاص؟ تمام؟ طب لو جاب لك الضلع ألف جيم هو اللي بيساوي يبقى زاوية باء، لو جاب لك الضلع باء جيم يبقى زاوية ألف. خلاص؟ اتفقنا؟ طيب إذا كانت النقطة ألف تنتمي للمستقيم لام فإن مسقط ألف على المستقيم هي بتنتمي، يبقى هو ألف نفسها، يبقى النقطة نفسها. خلاص، إذا كانت النقطة ألف تنتمي للمستقيم لام فإن مسقط ألف على المستقيم لام هو ألف نفسها أو النقطة نفسها، لأن هي بتنتمي للمستقيم أصلا. تمام. مساحة الدايرة التي طول قطرها 14 سنتيمتر تساوي. أنت عندك مساحة الدايرة باي نق تربيع. مساحة الدايرة باي نق تربيع. أنت عندك نق؟ لا، بس عندك القطر ب 14 يبقى نص القطر بسبعه. القطر ب 14 يبقى نص القطر بكام؟ نص القطر بسبعه. طب كده نص القطر بسبعه، القانون باي نق تربيع يبقى 22 على 7 اللي هي الباي في 7 تربيع، اعملها عليها تطلع لك 154 بس. تمام. طيب شبه منحرف اهو، شبه منحرف طول قاعدتيه 8 و10 وارتفاعه 5 تكون مساحته نص مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. المساحه نص مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع، يعني نص فيه القاعدتين 8 زائد 10 في الارتفاع 5. حلو. انا طبعا مش هكتب قوانين بقى لان هي مكتوبه، وهتلاقيها في الورق برضو مكتوبه عادي يعني بعد الحصه. فنص في 8 و10 18 في 5. نص في 18 بتسعة، 9 في 5 ب 45 سنتيمتر مربع. خلاص. تمام. اللي عنده اي سؤال هنا يرفع ايده، اللي عنده اي سؤال يرفع ايده. طيب تمام، تعالى نكمل النموذج. السؤال الثاني نمسح بس. بيقول لي في المثلث أ ب ج إذا كان أ ب تربيع أكبر من باء ج تربيع زائد أ ج تربيع. يعني عندك ضلع أكبر من ضلعين، يبقى كده زاوية ج منفرجة. اشمعنى ج؟ لأن هي اللي قصاد الضلع أ ب. لأن قلت لك الزاوية هي الزاوية بتاع الضلع. يعني مثلا لو الألف باء تربيع بيساوي يبقى زاوية ج قايمة. طب عرفت منين؟ هات الحرف اللي ناقص بس. تمام. فكده زاويه ج ايه؟ منفرجه. طالما الضلع تربيع اكبر من الضلعين تربيع يبقى الزاويه منفرجه. لو اصغر يبقى حاده، لو بيساوي يبقى قائم. تمام. طيب. معين طول قطريه 6 و10 تكون مساحته، ما احنا لسه قايلين مساحه المعين نص حاصل ضرب القطرين. مساحه المعين نص حاصل ضرب القطرين، فوق معايا يبقى نص في 6 في 10. نص في 6 ب 3، 3 في 10 ب 30 بس. خلص. قانون يحفظ كلها قوانين. مضلعان متشابهان، النسبة بين طولين ضلعين متناظرين فيهما 3 إلى 5 تكون النسبة بين محيطيهما. مش أنا لسه قايل إن النسبة بين الضلعين هي النسبة بين المحيطين؟ طب النسبة بين الضلعين 3 إلى 5 يبقى النسبة بين المحيطين كام؟ 3 إلى 5. واحد بقى يستعجل في الامتحان ويروح يقول لي 5 إلى 3. لا لا، ما ينفعش. فوق فوق شوية. النسبة بين الضلعين هي النسبة بين ايه؟ بين المحيطين. ممكن تلاقيني بتكلم بسرعة شوية، أنا عارف بس عشان الوقت. تمام؟ طيب تعال نروح نكمل. بيقول شبه منحرف مساحته 100 وارتفاعه 5 يكون طول قاعدته بالسنتيمترات. القاعدة قانون، مش أنت عندك القانون بتاع المساحة بتساوي القاعدة المتوسطة في الارتفاع؟ القانون بتاع المساحة القاعدة المتوسطة في الارتفاع. أنا عاوز القاعدة المتوسطة، يبقى المساحة على الارتفاع بس 100 على 5 ب 20. خلصت. أنت هتهددني؟
هو قانون المساحه بتساوي القاعده المتوسطه في الارتفاع. طب انا عاوز القاعده، يبقى المساحه على الارتفاع بس، خلص. قانون واحفظه، طول القاعده المتوسطه بتساوي المساحه على الارتفاع. ممكن بقى وانت قاعد كده تكتبه في ورقه، طالما انت ما يعني هو ما كانش فيه قانون كده في يعني هو القانون الاساسي المساحه بتساوي القاعده المتوسطه في الارتفاع. هل احنا قابلنا في القانون دلوقتي القاعده المتوسطه بتساوي المساحه لا. فانت ممكن تكتبه في ورقه عندك بقى، عندك امتحان، خلاص مش محتاج اقول الكلام ده. خلاص، يبقى القاعده المتوسطه هنا بتساوي المساحه على ايه؟ على الارتفاع. او 5 في كام ب 100؟ 5 في 20. تمام. اللي بعده الف باء ج د متوازي اضلاع، زاويه الف ب 70 يبقى زاويه باء بكام؟ ده متوازي اضلاع اهو، الف باء ج د متوازي اضلاع. عندك زاويه الف ب 70 يبقى زاويه باء ب 110. ليه؟ اي زاويتين متتاليتين في متوازي الاضلاع متكاملتان. يعني ايه متكاملتان؟ يعني مجموعهم 180 درجه. اي زاويتين ورا بعض في متوازي الاضلاع ب 180 درجه، بالبلدي كده اي زاويتين ورا بعض في متوازي الاضلاع ب 180 درجه. عندك الالف ب 70 يبقى الباء 180 ناقص 70 110. طب لو انا عوزت الدال، لو انا عوزت قصدي الجيم هتقولي 70. ليه؟ اي زاويتين قصاد بعض في متوازي الاضلاع قد بعض. طب لو انا عوزت الدال هتقول دي ب 70 برضه، دي يبقى دي 110 برضه عشان جنبها. خلاص جبت لك كل حاجه اهو. اي زاويتين قصاد بعض قد بعض، اي زاويتين جنب بعض ب 180، ده في متوازي الاضلاع. قياس احدى زوايا الخماسي المنتظم يساوي 108. طب ركز بقى هنا، الرباعي 90، الخماسي 108، السداسي 120. تاني الخماسي 108، السداسي 120، الرباعي 90، والمثلث مستوى الاضلاع اي زاويه جواه ب 60. مستوى الاضلاع ركز بقى ازاي اجيبها. اولا عشان تجيب مجموع الزوايا الداخله لاي شكل، ن ناقص 2 في 180. مجموع الزوايا الداخله ن ناقص 2 في 180 لاي شكل. مجموع الزوايا الداخله لاي شكل ن ناقص 2 في 180. ن دي عدد الاضلاع. حلو. طب لو عايز تجيب قياس الزاويه الداخله لاي مضلع منتظم، سداسي خماسي سباعي ثماني تساعي، ن ناقص 2 في 180 على ن. ايه ن؟ عدد الاضلاع. يا تركز يا تركز، عندك امتحان يخرب بيتك. ن دي عدد الاضلاع. طب انا مثلا قياس احدى زوايا الخماسي المنتظم، ما انا بقول مضلع منتظم، يبقى 5 ناقص 2 في 180 على 5، اعملها على تديك 108. طب سداسي منتظم، يبقى 6 ناقص 2 في 180 على 6. طب سباعي منتظم، 7 ناقص 2 في 180 على 7. بس دي قياس زاويه واحده جوه مضلع منتظم. خلاص تمام. انما لو عايز كل الزوايا اللي جوه منتظم او مش منتظم، تقول ن ناقص 2 في 180 بس. لو عاوز زاويه واحده تقسم على ن، على عدد الاضلاع. خلاص تمام. طيب تعال نروح للي بعده، رقم 3. السؤال اللي لسه قايلك بيجي في الامتحان وموجود في كتاب المدرسه اللي انا لسه قايله اصلا اهو. بيقول لك مثلثان متشابهان اطوال اضلاع احدهما 3 و4 و5، تمام، ومحيط الاخر 36. اوجد اطوال اضلاع المثلث الاخر. ايه ده يا مستر؟ مش انت قلت لي؟ بص انا في الامتحان مستر قال لي ان ضلع على ضلع بيساوي محيط على محيط. ايوه ما انا فاهم، بس انا ما عنديش محيط الاولاني. طب ما تجيبه، ما تجيبه. هقول له محيط الاول بيساوي المحيط مجموع اطوال اضلاعه 3 زائد 4 زائد 5 تساوي كام؟ 3 4 7 7 5 12. ده المحيط الاولاني. حلو كده. انت عندك ضلع على ضلع بيساوي محيط على محيط، صح؟ طب ما انت كده هتقول ايه؟ 12 او محيط على محيط 12 على 36. لو محيط ده محيط الاول على محيط الثاني 12 على 36 بتساوي ضلع الاول على ضلع الثاني، عشان تبقى فاهم برضو. محيط الاول على محيط الثاني بتساوي ضلع الاول على ضلع الثاني. انت عاوز ضلع الثاني، انت عاوز اضلاع المثلث الثاني اللي هو محيط 36 عشان تبقى فاهم. فوليكن محيط الاول 12 اللي احنا جبناه، ومحيط الثاني 36. ضلع الاول 3. طب ضلع الثاني انت عارفه، هفرضه س، طرفين في وسطين. اذا س بتساوي 3 في 36 على 12. 3 في 36 على 12 هتطلع كام؟ 9 سم. حلو، ده كده اول ضلع. طب الضلع الثاني 12 على 36 محيط على محيط بتساوي ضلع على ضلع 4 على ص. هفرض الضلع الثاني ص، اذا ص بتساوي طرفين في وسطين اهو 4 في 36 على 12
هتطلع كام؟ اعملها على الآلة، هتطلع كام يا سيدي؟ 12. تمام. طب عاوز الضلع الثالث؟ يا عم مفيش، انت هتهددني. 12 طول ما انا فاهم وحافظ خلاص. 5 على 6 5 على عين مثلا. اذا عين طرفين في وسطين. 5 في 36 على 12. انا بكتب باي خط، هتلاقي الكلام ده مكتوب بخط كويس بعد الحصه. هتساوي 15 سنتيمتر. يبقى انت كده عندك هتقول ايه؟ اذا اضلاع المثلث الاخر هي 9 سم، 12 سم، 15 سم. هعيد تاني. بص يا حبيبي، بص يا بابا، بص يا ماما. عندك هما المثلثين متشابهان. بما ان المثلثين متشابهان، هتجيب الاول المحيط الاول. 3 زائد 4 زائد 5. حلو. وهتقول بما ان المثلثين متشابهين، اذا المحيط الاول على المحيط الثاني بيساوي ضلع الاول على ضلع الثاني. حلو. ممكن تقول نفرض ان اضلاع المثلث الثاني س وصاد وعين. اللي يعجبك، مش هتفرق. قلتها او ما قلتهاش. كده انت عندك محيط الاولاني على محيط الثاني بيساوي ضلع الاولاني على ضلع الثاني. ضلع الثاني بقى اللي انا عاوزه هفرضه س، ما انا مش عارفه. طرفين فاصلين، جبت الضلع اللي انا بتسعه. الضلع اللي بعده بقى محيط الاولاني على محيط الثاني بيساوي ضلع الاولاني على ضلع الثاني اللي هفرضه صاد. طرفين فاصلين، جبت الصاد. وبعدين برضو 12 على 36 اللي هو محيط على محيط بيساوي ضلع على ضلع. 5 على عين، جبت العين. اي حد، مساله مهمه جدا على فكره، اي حد عنده اي سؤال يرفع ايده. اي سؤال. طيب يا اولى اسف، تعالوا ندخل بقى للسؤال اللي بعده. وهو ده السؤال اللي انا قلت عليه ايه؟ تقيل. السؤال اللي بعده ده، ركز معايا هنا. بيقول لك الف باء ج د متوازي اضلاع. السين بتنتمي للالف باء، ركز معايا. وصاد بتنتمي لالف د، بحيث كانت مساحه المثلث ج باء س. فين ج باء س؟ ج باء س بتساوي مساحه المثلث ج صاد د. ج صاد د. اثبت لي ان س صاد بتوازي باء د. السؤال ده حلو جدا جدا جدا. لو ما ركزتش فيه مش هتعرف تحله. بص بقى معايا. مش انت عندك ده متوازي اضلاع؟ صح صح. يبقى انت كده عندك كنت هقول ايه؟ يبقى انت كده عندك السين باء بتوازي ج د. بما ان الف باء ج د متوازي اضلاع، بكتب باي خط. بعد كده هتلاقي يعني انا اصلا كاتب الكلام ده قبل الحصه، هتلاقيه بعد الحصه مكتوب بخط كويس. اذا السين كل اضلاع متقابلان متوازيان متوازي اضلاع، فالسين باء بتوازي ج د. س باء بتوازي ج د. واحد يقول لي مستر ده مش س باء ده الف باء، هقول لك هي عادي، انا عاوز السين باء. كده السين باء بتوازي مين؟ الجيم د. طالما السين باء بتوازي ج د، اذا مساحه المثلث د باء س، ركز معايا، د باء س بتساوي مساحه المثلث ج باء س. وهنقول له كده، وهنقول له كده عندك باء س قاعده مشتركه. اذا مساحه المثلث د باء س، شايفه؟ د باء س، د باء س بتساوي مساحه المثلث ج باء س. ركز رقم واحد. السؤال ده حلو جدا. حلو حلو. طيب دي رقم واحد. وعندك برضو احنا قلنا ده متوازي اضلاع، فانت عندك كده الصاد د بيوازي باء ج. بما ان صاد د بيوازي باء ج، صح. وعندك صاد د قاعده مشتركه، وصاد د قاعده مشتركه. ركز بالله عليك. صاد د قاعده مشتركه. كده اذا مساحه المثلث باء صاد د، إذا مساحة المثلث باء صاد د بتساوي مساحة المثلث ج صاد د. ج صاد د رقم 2. هعيدها تاني على فكرة. تمام؟ طيب. وبما ان انت عاطيني ان مساحة المثلث ج باء س بتساوي مساحة المثلث ج صاد د رقم 3، انا هقول له ايه بقى؟ من 1 و2 و3. اذا ركز بقى معايا كده، ركز في الكلام اللي انا كاتبه على الاقل. الدال باء س قد الجيم باء س. الدال باء س قد الجيم باء س. تمام. والباء صاد دال قد الجيم صاد دال. والجيم باء س قد الجيم صاد دال. ايرور. ايرور. تعمل لك ايرور. واحده 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 واحده. الدال باء س، الدال باء س قد الجيم باء س. ركز ده قد ده، وده قد ده. وانت عندك ان الجيم باء س قد الجيم صاد دال معطاه، هو اللي اعطاها لي. يبقى كده ده قد ده. اقول له اذا مساحه المثلث د باء س، د باء س بتساوي مساحه المثلث
باء صاد د. باء صاد د. حلو حلو. وعندك د باء قاعدة مشتركة بها متكررة، إذا د باء بتوازي س صاد. ايه رأيك؟ هقول تاني وتالت ورابع، ركز معايا بالله عليك كده عشان تفهمها واحدة واحدة كده، واحدة واحدة. انت عندك ده متوازي، انا مش عاوز اخد بس فيها وقت عشان ما تضيعش حصة وخلاص، هقولها مرة واحدة. ده متوازي اضلاع، السين باء بيوازي ج د، والسين باء قاعدة مشتركة بين مثلثين د باء س وج باء س قد بعض في المساحة رقم واحد. والصاد د بيوازي باء ج، يبقى مساحة المثلث باء صاد د. باء صاد د. باء صاد د. ايوه صح، باء صاد د اهو. باء صاد د بتساوي مساحة المثلث ج صاد د رقم 2، لان عندك صاد القاعده ايه؟ مشتركه. وانت عاطين ان الجيم صاد د قد الجيم باء س، يبقى اذا السين باء د قد الباء صاد د، وعندك ده الباء قاعده مشتركه، اذا ده بيوازي ده. هقول تاني، بص بص تاني هنا، بص هنا كده، بص هنا كده. ده الباء س ده بيساوي ج باء س عشان الباء س قاعده مشتركه، والباء صاد د بيساوي ج صاد د. ليه؟ عشان الصاد د القاعده مشتركه. بالله هركز، ركز ثانيه ثانيه، بص بص. ده الباء س قد ج باء س، وباء صاد د قد ج صاد د. ما هو ده قد ده اصلا، هو عطهولي. الجيم باء س قد الجيم صاد د، هو عطهولي اصلا. خلاص يبقى ده يبقى ده الباء س قد باء صاد د، وبقى ده القاعده مشتركه، يبقى اذا ده الباء بيوازي س صاد. خلص. فهمتها ما فهمتهاش؟ يبقى اقراها تاني بعد الحصه عشان ما تضيعش الوقت بتاعي. تمام؟ طيب تعال نروح على السؤال الرابع الف. ده طبعا سهل، نظريه فيثاغورس ولا ايه؟ لا، بيقول لي اثبت لي ان باء الف ج ب 90 درجه. واحده واحده. عاوز اثبت ان باء الف ج، عاوز اثبت ان زائد 90. يبقى كده لازم يكون عندي الثلاث اضلاع بتاع المثلث علشان اقدر احل بعكس ايه؟ فيثاغورس. عشان بس تبقى فاهمين، يبقى انت فاهم انت هتعمل ايه. انا كده عاوز اثبت ان زائد 90، يبقى انا كده احل في عكس فيثاغورس، يبقى لازم يكون عندي الثلاث اضلاع بتاع المثلث بس. تمام؟ طيب هقول له في المثلث الف باء د، الف باء د، بما ان قياس زاويه الف د باء ب 90 درجه. يا مستر ده مش عطالي يا عم، هو عمودي يعني 90، هو ده نازل عمودي كده يعني 90. بما ان قياس زاويه الف د باء ب 90 درجه. حلو حلو. انا كده عاوز الالف باء، الالف باء ده ايه؟ وتر. اقول له اذا الف باء تربيع بيساوي ده تربيع زائد ده تربيع، 4 تربيع زائد 2 تربيع هتساوي كام؟ 20. لما اعملها على الاله يبقى كده الالف باء بيساوي جذر 20. كده جبنا الالف باء جذر 20. حلو حلو. في المثلث كده ده بجذر 20. في المثلث الف د ج، الف د ج، بما ان قياس زاويه الف د ج 90 درجه دي، يبقى كده اذن الالف ج اللي انا هجيبه وتر مقابل ل 90. الف ج تربيع بيساوي 4 تربيع زائد 8 تربيع، هتطلع اعملها على الاله تطلع لك 80. كده الالف ج بيساوي جذر 80. خدت الجذر ما هي تربيع بتساوي 80، انا عاوزها من غير تربيع فاحط جذر، يبقى الف ج بجذر 80. ركز بقى معايا ايها البطيخ، طبعا سنتي. ركز معايا كده، دي بجذر 20 ودي بجذر 80. فهمت ليه ولا لسه؟ تاني، في المثلث ده قائم هنا، فانا عاوز الالف باء من فيثاغورس هجيبه يطلع جذر 20، عاوز الالف ج من فيثاغورس هجيبه يطلع جذر 80. في المثلث الف باء ج كله بقى، الف باء ج كله. ركز معايا بقى بالله عليك، ركز معايا، ركز ما تتوهش. بص هنجيب اكبر ضلع ونربعه. انت عندك ده بكام؟ ده ب 2 و8، ده 10، وده جذر 20 وده جذر 80. انهي اكبر واحد فيهم؟ اعمل دي على الآ وخلي ال 10 دي لها جذر يبقى جذر 100، عشان بس نبقى فاهمين. تمام؟ فدي هتبقى اكبر واحده، يبقى اكبر ضلع اللي هو باء ج. تمام؟ طيب يبقى انا كده هقول له باء ج تربيع، بما ان باء ج تربيع بيساوي 10 تربيع بتساوي 100. حلو حلو. وبما ان ده تربيع زائد ده تربيع، الف باء تربيع زائد الف ج زائد الف ج تربيع هيساوي كام؟ جذر 20 تربيع زائد جذر 80 تربيع زائد معلش زائد التربيع هيروح مع الجذر يتفضل لك 20، التربيع هيروح مع الجذر يتفضل لك 80، 20 و80 كام؟ 100. كده اذا الباء ج تربيع بيساوي الضلعين التانيين تربيع، الف باء تربيع زائد الف ج تربيع، يبقى اذا قياس زاويه باء الف ج ب 90 درجه بس.
وهو المطلوب اثباته. يبقى انا يبقى انا يبقى انا علشان اقدر اثبت ان الزاويه 90 لازم يكون عندي الاضلاع الثلاثه. انت ما عندكش الضلع ده، جبت ان المثلث ده قائم في الزاويه دي فجبته في فيثاغورس، ده وتر عشان مقابل لل 90، وده وتر مقابل لل 90 في المثلث ده فجبته برضه في فيثاغورس. كده عندي الاضلاع الثلاثه. اكبر ضلع ده باء ج. واحد يقول لي اكبر ضلع ده، لا طبعا ده اكبر ضلع. حتى لو عملت جذر 80 على الاله مش هتطلع لك 10، هتطلع لك اقل من 10. عملت جذر 20 على الاله ودوست اس دي مش هتطلع لك 10، هتطلع لك اقل من 10. بعدين هتروح تجيب اكبر ضلع وتربعه يطلع لك 100، هتجيب الضلعين التانيين تربعهم وتجمعهم يطلع لك 100. كده الضلع تربيع ده اكبر من الضلعين تربيع، يبقى كده المثلث قائم في الزاويه الف. عنده اي سؤال يرفع ايده. اللي عنده اي سؤال يرفع ايده. النموذج الاول ده فيه اسئله لذيذه. تمام. طيب تعال نروح لرقم باء. طبعا ده سؤال سهل، هنرسم عادي. بيقول لي الف باء ج د متوازي اضلاع فيها الف باء ب 18. هنرسم متوازي اضلاع. الف باء ج د متوازي اضلاع فيها الف باء ب 18، ده ب 18. باء ج ب 12، ده ب 12. رسمت ده الهاء عمودي على باء ج، ده الهاء عمودي على باء ج اهي. وده الواو عمودي على الف باء، ده الواو عمودي على الف باء اهي. ده الهاء ب 15، دي ب 15. احسب مساحه المتوازي الف باء ج د وطول ده الواو. عاوز المساحه، اقول له كده مساحه متوازي الاضلاع بتساوي القاعده في الارتفاع، طول القاعده في الارتفاع اللي هو عين. القاعده بكام؟ باء ج. واحد يقول لي ما يوزن، قلت له نعم. قال لي ما القاعده الف باء، مش قلت له اي ضلع من اضلاع قاعده؟ هقول لك ايوه، بس فين الارتفاع بتاعه؟ ده انا مش ده انا عاوزه اصلا الارتفاع بتاعه. تمام. فانا عاوز الارتفاع بتاعه، فلا مش هحل بده، هحل بالقاعده دي. 12 في الارتفاع كام؟ 15. هتساوي كام؟ 12 هتساوي 180. ده كده المطلوب الاول. حلو حلو. بعدين بقى عاوز الارتفاع ده الواو. يا عم الحاج، يا عم الحاج، مش المساحه دي 180 اللي هي القاعده في الارتفاع؟ اقول له بما ان المساحه بتساوي القاعده في الارتفاع اللي هي الف باء في ده الواو، المساحه مين؟ صح، بتساوي القاعده في الارتفاع. طب المساحه انت جبتها بكام؟ ب 180. خلاص هقول له الف باء اللي هو 18 في ده الواو بتساوي 180. او هقول لك حاجه سهله، بما ان الارتفاع بيساوي المساحه على القاعده بس، وريح دماغك. الارتفاع اللي هو ايه؟ ده الواو، ده المساحه اللي هي 180 على القاعده اللي هي 18 تساوي 10 سنتيمتر. خلاص. واحد يقول لي هو انا لما جيت ده في ده هو ده في ده؟ اه طبعا حاجه اساسيه. خلاص. يبقى مساحه متوسط اضلاع القاعده في الارتفاع. طب لو انا عاوز الارتفاع ده يبقى المساحه على القاعده. جبت الاول المساحه 180 وقسمتها على القاعده الف باء وجبت الدال واو. اللي عنده اي سؤال يرفع ايده. طبعا انا اللي هرسم، هي جايه مش مرسومه. تمام. طيب خلاص. في اي سؤال هنا؟ يبقى انا عندي السؤال اللي انا رسمته، المساحه القاعده في الارتفاع، ادي القاعده وادي الارتفاع بتاعها. تمام. بس هو عاوز الارتفاع بيساوي المساحه على القاعده. المساحه 180 على القاعده 18 تساوي كام؟ 10 سنتيمتر. تمام. طيب تعال نروح اللي بعده. ده سؤال لذيذ وسهل التراكمي اصلا، خلاص خليه مكتوب. بيقول لي الف باء ج مثلث فيه قياس زاويه الف ب 50 درجه وقياس زاويه باء ب 60 درجه، ارتب اطوال اضلاع المثلث ترتيبا تنازليا. طبعا تنازلي يعني من الكبير للصغير، ده طبعا تراكمي الترم الاول. عشان ارتب اضلاع المثلث لازم ارتب الزاويه الاول. هجيب الاول الزاويه اللي فاضله. حلو. بما ان مجموع الزوايا الداخليه للمثلث 180، اذا قياس زاويه ج اللي فاضله بتساوي 180 ناقص 50 زائد 60 بتساوي 70 درجه. كده زاويه ج بكام؟ ب 70. هرتب الزوايا طبعا ترتيبا تنازليا من الكبير للصغير. بما ان ج اللي هي ب 70 اكبر من باء اكبر من الف، اذا طالما دي ج يبقى الضلع اللي قصادها الحرفين اللي ناقصين الف باء. اذا الف باء اكبر من الف ج اكبر من باء ج. ده ايه؟ سؤال تراكمي وممكن يجي لك عادي مفيش اي مشكله، بس تقريبا الازهر ما بيجيلهاش ايه؟ تراكم. خلاص. بتاع العام هو اللي مهم بالنسبه لك. بما ان مجموع قياسات الزوايا الداخليه للمثلث طبعا مطلوب منك عادي 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 يجي لك. ما مجموع قياسات الزوايا الداخليه للمثلث 180، اذا قياس زاويه ج بتساوي 70. حلو. هرتب الزوايا وبعدين اضلاع. بما ان قياس زاويه ج بقى اكبر من باء اكبر من الف، اذا الف باء اكبر من الف ج اكبر من باء ج. عنده اي سؤال يرفع ايده. يلا نكمل ايها الاليس، وما تنامش يا الاسى، ما تسرحش يا الاسى. السؤال ده كده كده جاي لبتوع الازهر في الامتحان، ده كده كده جاي. ولي ألف باء ج د شكل رباعي فيها ألف د بيوازي باء ج وألف ج تقاطع باء د في هاء، اثبت أن مساحة المثلث ألف باء هاء اللي هو ده بتساوي مساحة المثلث د ج هاء اللي هو ده. ازاي بقى؟ ركز يا سيدي.
هقول له بما ان، ركز معايا ما تنامش ما تسرحش ما تزهقش، بما ان الف د بيوازي باء ج، الف د بيوازي باء ج. حلو حلو. والف د قاعده مشتركه. حلو. اذا مساحه المثلث الف باء د كله، مساحه المثلث الف باء د بتساوي مساحه المثلث الف ج د كله. يبقى مساحه ده كله قد مساحه ده كله. انا هحذف دي من النص، اقول له وبحذف مساحه المثلث الف هاء د، الف هاء د من الطرفين. هحذف المساحه دي من الطرفين، هقول له اذا مساحه المثلث الف باء هاء، الف باء هاء بتساوي مساحه المثلث الف مساحه المثلث د ج هاء، د ج هاء. كده كده جايه في الامتحان، كده كده في الامتحان. خلاص هقول تاني، ألف د ده أهو بيوازي باء ج، أهو ألف د بيوازي باء ج، تمام؟ وألف د دي قاعدة مشتركة، يبقى مساحة المثلث ده شايفينه أهو، ده كده ألف باء د كله قد مساحة المثلث ده ألف د ج كله. حلو حلو. أنا هحذف الحتة دي من هنا ومن هنا، يعني حذفت نفس الحاجة من الحتتين، يبقى اللي فاضل قد اللي فاضل. تمام؟ خلاص يبقى كده ألف باء هاء قد د ج هاء، وده سؤال مشهور أصلا وبيجي في الامتحان. خلاص. اي حد عنده اي سؤال يتفضل يسال، اي حد عنده اي سؤال يسال. تمام. طيب تعال نروح للي بعده. كده احنا خلصنا النموذج الاول، تعال ندخل على النموذج الثاني وهقول فيه بسرعه، لان انا الصراحه كنت عاوز احل الامتحانات المتوقعه بس تقريبا مش الوقت مش هيقضي، بس ربنا يستر. يتشابه المضلعان اذا كانت الاضلاع المتناظره متناسبه، دي برضو كانت نظري موجوده في الثلاث ورقات، واذا المتناظره متساويه في القياس. تمام. معين مساحته 24 وطوله احد قطريه فان القطر الاخر، قلت لك لما يديك معين مساحته واعطيك احد القطرين وعاوز القطر الاخر، تضرب المساحه في 2 وتقسمها على ايه؟ على القطر الثاني. يبقى 2 في 24 على 8 تساوي 48 على 8 بتساوي 6 سم. دي برضه قلتها في القوانين، معين مساحته 24 وعاوز طول احد قطريه 8 فان طول القطر الاخر المساحه في 2 على القطر اللي هو عطاه لك، يعني 2 في 24 على 8. حلو. طيب هنا اذا كان المثلث ا باء ج فيها ا باء تربيع بيساوي ا ج تربيع ناقص باء ج تربيع، فان المثلث يكون ايه؟ قائم الزاويه فيه. المثلث كده هيبقى قائم الزاويه فيه. واحد يقول لي ج، هقول لك عبيط، والله عبيط. ليه؟ لان بقول لك ا باء تربيع بيساوي ا ج تربيع ناقص باء ج تربيع، ده كده جايب لك ضلع. امال فين الوتر اللي هو ناقص اللي هو ده الوتر، يبقى الزاويه باء الحرف الناقص. ممكن بقى حد ايه؟ حد ما ياخدش باله ويروح يقول لي ج على طول، ده استعجال في الامتحان. انت كده قاعد خايف من ايه؟ ده امتحان، ذاكر وجاوب بس، سهل، حاجه سهله. يبقى المثلث ا باء ج فيها ا باء تربيع بيساوي ا ج تربيع ناقص باء ج تربيع. خلي بالك انت عندك لو عاوز ضلع فبتقول الضلع تربيع بيساوي الوتر تربيع ناقص الضلع الثاني تربيع، فده وتر، يبقى الظل قصاده باء. ا ج يبقى الظل قصاده باء، لو ا باء يبقى الظل قصاده ج، ده باء ج قصاده ا. موضوع سهل، الحرف اللي ناقص. تمام. خلاص. يبقى انت كده عندك ا ج قصاده زاويه ايه؟ قصاده زاويه باء، فزاويه باء هي اللي قايمه مش زاويه ج، اوعى تنسى. بعد كده الاطوال 6 و8 و11 تصلح ان تكون اضلاع مثلث ايه؟ مفيش مشكله. ربع الاولاني 36. طبعا انت بتربع اكبر ضلع يعني عشان تعرف نوع المثلث. انت بتربع اسمها ايه؟ بتربع اكبر ضلع، ده لما ال 11 تربعها تبقى 121، لما تربع ال 8 تبقى 64، لما تربع ال 6 تبقى 36. لو جمعت دول هيديك 100. كده انت عندك ال 11 تربيع الضلع تربيع اكبر من الضلعين تربيع، لان الضلع تربيع طلع ب 121، الضلعين طلعوا ب 100، كده الضلع تربيع اكبر من الضلعين تربيع، يبقى مثلث ايه؟ منفرج الزاويه. لو الضلع تربيع قد الضلعين تربيع قائم، لو اصغر منهم يبقى حاد. مساحه المثلث نص طول القاعده في ايه؟ في الارتفاع. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال، اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. تمام. طيب خلاص، زي ما انتم شايفين الاسئله كلها معظم القوانين او هي يعني القوانين كلها احنا قايلينها اصلا في اول 3 ورقات، لو انت فهمت اول 3 ورقات وحفظتهم كويس هتجاوب يعني. شبه المضلعات دي موجوده. معين مساحه، قلت لك لو عاوز القطر الاخر المعين بتضرب المساحه في 2 وتقسمها على القطر اللي هو عطاه لك. دي طبعا سهله ودي سهله، بتجيبك برضلع وتربعه، شوف بيساوي الضلعين التانيين تربيع ولا
اصغر منهم ولا اكبر منهم؟ طبعا ده اكبر يبقى منفرج، وطبعا هنا مساحه المثلث نص طول القاعده في ايه؟ في الارتفاع. تعال نروح هنا، بيقول لي شوفوا منحرف طول قاعدتين المتوازيتين 6 و8، فان القاعدة المتوسطه طولها، القاعده المتوسطه بتساوي نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين. القاعده المتوسطه بتساوي نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين، يبقى نص في 6 زائد 8 بتساوي نص في 14 بتساوي كام؟ 7. رقم د. قانون برضه، مضلعان متشابهان نسبة بين طولي الضلعين المتناظرين 1 إلى 3 إذا كان محيط الأصغر 15، فهنا محيط الأكبر. هقول له عادي محيط الأول على محيط الثاني بيساوي ضلع الأول على ضلع الثاني، لسه قايل محيط على محيط بيساوي ضلع على ضلع. المحيط الأولاني كام؟ 15. أنا عاوز محيط الثاني هفرضه س. النسبة بين أضلاع 1 إلى 3 بس، طرفين فاصلتين س في 1 بس، 15 في 3 ب 45 بس كده. تمام. نقول تاني مضلعان متشابهان، النسبة بين طولي ضلعين متناظرين فيهما 1 إلى 3، فإذا كان محيط المضلع الأصغر 15 فإن محيط المضلع الأكبر، أقول له محيط على محيط بيساوي ضلع على ضلع، يبقى 15 على س اللي هو المحيط اللي أنا مش عارفه فرضته س بتساوي ضلع على ضلع 1 على 3، طرفين فاصلين يبقى س ب 15 اللي هو محيط المضلع الأكبر. بعد كده مثلث مساحته 24 في ارتفاعه 6، فهنا طول القاعدة قلت لك القاعدة بتساوي اضرب المساحة في 2 على الارتفاع، اضرب المساحة في 2 على الارتفاع. تمام، يبقى 2 في 24 على 8 تساوي 48 على 8 بتساوي 6. ثانية اتعمل يا عم كده بتساوي ايه؟ 6 سم. خلاص، يبقى قاعدة المثلث بتساوي المساحة في 2 على الارتفاع، المساحة في 2 على الارتفاع. كل ده موجود برضه في ايه؟ موجود في ورق كده، موجود قوانين في آخر الحصة. تمام؟ طيب تعالى بقى ندخل على اللي بعده. ولي ألف باء ج مثلث قائم الزاوية في باء، باء د عمودي على ألف ج. باء د يعني أنت عندك مثلث ألف باء ج، وعندك باء د عمودي على ألف ج، باء د عمودي على ألف ج. تمام، عاوز مسقط باء د على ألف ج، مسقط قطعة مستقيمة عمودية على مستقيم هو نقطة، يبقى د بس. هسقط باء د لما وقع الدال على المستقيم ألف باء هي د، لما وقع الباء هي د برضه. خلاص، فهي تبقى ايه؟ د. مربع محيطه 20، عاوز مساحته، المساحه طول الضلع في نفسه، انت ما عندكش الضلع، طب ما الضلع بيساوي المحيط على 4، يبقى 20 على 4 بتساوي 5، كده الضلع بخمسه، المساحه طول الضلع في نفسه، 5 في 5 ب 25، يبقى المساحه طول الضلع في نفسه، انت ما عندكش المحيط، انت عندك الضلع انت ما عندكش قصد الضلع، انت عندك المحيط. الضلع بيساوي المحيط على 4، 20 على 4 فيها الخمسه، والمساحه طول الضلع في ايه؟ في نفسه. عدد المثلثات 6، جت ازاي؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3. حلو، والاولاني والثاني دول مع بعض مثلث يبقى كده 4، والثاني والثالث كده 5، وواحد واثنين وثلاثه كلهم يبقى 6 مثلثات. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال، اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. تمام. طيب تعال نروح بقى هنا، سؤال سهل ولذيذ، عاوز طول باء هاء، فين بقى هاء؟ باء هاء ده، وعاوز مساحه المثلث الف باء ج. انا هجيب المساحه الاول. تمام اقول له مساحه المثلث الف باء ج بتساوي نص طول القاعده في الارتفاع. المساحه، ما حدش نام، ما تنامش، ما تنامش، اوعى تنام يا والاسف، اوعى تنام، فوق. مساحه المثلث الف باء ج نص طول القاعده في الارتفاع. القاعده باء ج، والارتفاع الف واو. حلو، القاعده باء ج لان ده مثلث منفرج الزاويه، فالارتفاع بتاعه في الخارج. تمام، يبقى نص في باء ج في الف واو اللي هو الارتفاع بتساوي نص في 7 في 5. نص في 7 في 5، نص في 7، قول 7 في 5 نص فيه 7 في 5 تطلع كام في الاخر؟ 13 ونص تقريبا، هتطلع 17 ونص سنتيمتر مربع. كده مساحه المثلث 17 ونص. حلو حلو، انا عاوز كده، ده اول مطلوب. انا عاوز طول باء هاء. باء هاء ده ايه؟ ده ارتفاع، ودي قاعده، الالف ج دي قاعده. هقول له باء، قالوا لي الارتفاع بيساوي 2 في المساحه على القاعده، وبرضه لسه قايلها من شويه اهي، دي 2 في المساحه على القاعده. تمام، الارتفاع بتاع المثلث.
حلو، او طول القاعده 2 في الارتفاع على بص هنا، هو عاوز ايه؟ عاوز القاعده بتساوي 2 في المساحه على الارتفاع. طب لو انا عاوز الارتفاع نفس الكلام، 2 في المساحه على القاعده. خلاص، الارتفاع اللي هو باء هاء بيساوي 2 في المساحه ب 17 ونص على القاعده كام؟ 10. باء هاء بتساوي 3.5 سنتيمتر. اعملها على الاقل تطلع 3.5. خلاص، في اي مشكله؟ يبقى المساحه نص القاعده باء جيم في الارتفاع ده، عشان ما حدش، ده مثلث منفرج الزاويه. خلاص تمام كده، جبنا المساحه 19 ونص ب 17 ونص. باء هاء ده ارتفاع القاعده بتاعته الف هاء الف جيم. حلو، الارتفاع بيساوي 2 في المساحه على القاعده. خلاص، طبعا ده عكس المتوازي، متوازي القاعده في الارتفاع. تمام، فهنقول 2 في 17 ونص على القاعده 10 هتطلع 3 ونص. اللي عنده اي سؤال يرفع ايده، اللي عنده اي سؤال يرفع ايده. تمام طيب، تعال نروح لرقم 4. طبعا رقم 4 انا هنا سبتها، يعني سبتها سيبها مكتوبه علشان بس ايه الوقت. بص معايا هنا، بيقول لي ا ب ج د متوازي اضلاع، فيه ا ب ب 8 سم والف ج ب 20 سم وباء د ب 12 سم. اثبت ان قياس زاويه ا ب د ب 90 درجه. عاوز اثبت ان زاويه 90 درجه ثم موجد مساحه متوازي الاضلاع. ركز بقى معايا هنا كده، ده ا ب ج د متوازي اضلاع. حلو حلو، ا ب ج د متوازي اضلاع، ده ب 8 والف ج ده ب 10، ده كله ب 10 وباء د ده كله ب 12. لو فرضنا ان نقطه تقاطع القطرين مين؟ مش احنا عارفين ان القطران في متوازي الاضلاع ينص في كل منهما الاخر؟ طب الالف جيم كله 12 يبقى دي 10، قصده كله 20، دي 10 ودي 10. طب الباقي ده كله 12 يبقى دي 6 ودي 6. حلو، انا عاوز اثبت ان زاويه الف باء د ب 90. فين الف باء د؟ طب ما انا كده لو ثبت ان الضلع اللي قصادها ده تربيع اللي هو الف ج بيساوي الضلعين دول تربيع اللي هو ده 6، يبقى كده المثلث ده قائم في الزاويه دي. ازاي بقى؟ هقول له في المثلث الف باء م، بما ان الف م تربيع بيساوي 100. حلو، والف باء تربيع زائد باء م تربيع بيساوي 8 تربيع زائد 6 تربيع بتساوي 100. هقول له بما ان او اذا الف م تربيع بيساوي الف باء تربيع زائد باء م تربيع، يعني ضلع تربيع قد ضلعين تربيع، اذا قياس زاويه الف باء د بتساوي 90 درجه. وكنت ممكن قبل ما اكتب الكلام ده هقول له بما ان م، او نفرض ان م نقطه تقاطع القطرين، اذا الف م بتساوي م ج بتساوي 10، واذا م باء بتساوي م د بتساوي 6. يعني قبل ما تكتب الكلام ده مفيش مشكله، هتقول كده بما ان، او تقول له كده نفرض ان م نقطه تقاطع القطرين، اذا م الف بتساوي م ج بتساوي 10 عشان بس دي قد دي، وم باء بتساوي م د بتساوي 6. عايز تكتبها اكتبها. خلاص تمام، فهمنا كده ولا لا؟ يبقى ده 10 ليه؟ لان ده كله 20 يبقى ده 10 وده 10. ده 6 ليه؟ لان ده كله كده 12 يبقى دي 6 ودي 6. وهو عاطيك دي 8. انا هدخل في المثلث ده اجيب الضلع الكبير واربعه، واجيب الضلعين التانيين اربعهم واجمعهم، طلع الضلع ده قد الضلعين تربيع، يبقى الزاويه دي قائمه ب 90 درجه. حلو حلو، عاوز مساحه متوازي الاضلاع. المساحه القاعده في الارتفاع، شو قلنا الارتفاع ده العمودي على القاعده؟ طب ما دي قاعده في الارتفاع اهو معمود عليها، مش انا لسه ثابتين الزاويه 90؟ يبقى ده خلاص عمود عليها. يبقى نص في الف باء في الارتفاع ده الباء، او نص في الف باء في باء د، نص ايه ده متوازي اضلاع. القاعده في الارتفاع الف باء في باء د بتساوي 8 في 12 ب 96. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. في هنا اي سؤال؟ تمام طيب، تعال نروح على اللي بعده، رقم باء. هنا برضه دي هسيبها مكتوبه علشان الوقت. المثلث ا ب ج فيه د منتصف ا باء وهاء منتصف ا ج، بين ان مساحه المثلث د باء ج بتساوي مساحه المثلث هاء باء ج. د باء ج بتساوي مساحه المثلث هاء باء ج. طب ركز معايا، مش انت عندك الدال في النص صح؟ شايف المثلث ده كله؟ شايف المثلث ده كله؟ الدال في النص، يبقى كده اذا ج د متوسط في المثلث ا ب ج. والمتوسط بيعمل ايه؟ بيقسم لي المثلث لمثلثين متساويان في المساحه. يبقى كده ج د ده متوسط، يبقى مساحه المثلث ج ب د بتساوي نص مساحه المثلث ا ب ج. يبقى ج ب د نص المثلث كله. طب ما الهاء في النص، يبقى باء هاء متوسط، يبقى مساحة المثلث هاء باء ج برضه نص مساحة المثلث ألف باء ج. يبقى أنت عندك كده
الجيم باء د نص الالف باء ج، والهاء باء ج نص الالف باء ج. خلاص يبقى الجيم بدل باء قد الهاء باء ج بس. خلاص هقول له كده من واحد واثنين. اذا مساحه المثلث ج باء د بتساوي مساحه المثلث هاء باء ج. هاء باء ج. خلاص. وهقول له بما ان او تعمل فاصله وتقول باء ج قاعده مشتركه، اذا الدال بيوازي باء ج. خلاص. في اي سؤال هنا؟ هقول له تاني، هقول له تاني كده بسرعه. انا عارف انتوا زهقتوا، معلش. حظكم حلو ان عندي حصه بعدكم، لو كده كنت طولت زياده عن كده. هقول تاني، نركز. الدال في النص، يبقى الجيم ده متوسط، والمتوسط ده بيقسم لك المثلثين لمثلثين قد بعض في المساحه، يبقى مساحه ده قد مساحه ده، اللي هو يعني الجيم ب د. الجيم ب ده الجيم ب ده اهو، ده كله كده. تمام. كنت ليه نص الف ب ج كله. تمام. خلاص ده كده اول حاجه اهي. وعندك الهاء في النص، يبقى الباء هاء ده متوسط في المثلث ده، يبقى الجيم باء هاء ده كده، ده كده شايفينه اهو، ده المثلث ده. تمام. نص المثلث ده كله، يبقى الجيم باء ده اللي هو ده نص المثلث ده كله، والجيم باء هاء ده نص المثلث كله، يبقى هما الاثنين قد بعض. وعندك باء جيم قاعده مشتركه، اذا ده الهاء بيوازي باء جيم. طبعا دي ليها حلول ثانيه كتير هتبقى صح. لو حد عنده حلول يبقى يكتبها لي على الواتس ويبعتها لي وانا اقول له صح ولا غلط. خلاص. في اي مشكله هنا؟ اللي عنده اي سؤال يتفضل يرفع ايده. اللي عنده اي سؤال يتفضل يرفع ايده. تمام. طيب تعال نروح السؤال الخامس. برضه دي هسيبها مكتوبه ولا ايه؟ ممكن ماشي، سيبها مكتوبه عشان الوقت. كده كده انتوا فاهمين يعني اهم حاجه. لو مش فاهمين نرفع ايدينا. انتوا فاهمين وهي مكتوبه كده ولا مش بتفهموا؟ لو مش فاهمين نرفع ايدينا، تقول لي لا امسحها واكتبها. اتفقنا؟ فاهمين؟ طيب. بقول هنا المثلث ده الباء الف، ده الباء الف يشابه المثلث الف باء ج. الف باء ج. ده الباء الف يشابه الف باء ج. حلو. قياس الباء الف ج ب 90 درجه. اثبت ان الف د عمود على باء ج. سهله. هقول بما ان المثلث ده الباء الف بيشابه المثلث الف باء ج. ركز. ده الباء الف يشابه المثلث الف باء ج. بما ان طبعا هو المثلثين متشابهين، يبقى انت كده عندك اذا ايه؟ بص بقى، بص الحته دي. هو قال لك باء الف ج ب 90، قال لك باء الف ج ب 90. بص باء الف ج فين الزاويه اللي قصادها؟ باء ده الالف، باء ده الالف اللي هو عاوزها. خلاص. يبقى اذا قياس زاويه باء الف ج بتساوي ده الباء باء ده الالف بتساوي 90 درجه، اذا الف د عمودي على باء ج. هقول تاني ركز بس، هي ممكن دي تكون تايهه منك. المثلثين متشابهين، وفي زاويه في المثلث الكبير اللي هي زاويه الف بتساوي كام؟ 90 درجه. عاوز اعرف الزاويه اللي قصادها في المثلث الثاني. امشي مع نفس الحروف. هو قال باء وراح عند الالف وقال ج، قال لك باء الف ج، انت تعمل نفس الكلام. باء ده الالف، يبقى اذا قياس زاويه باء الف ج بتساوي باء ده الالف اللي هي دي تساوي 90. طالما دي 90 يبقى الف ده العمود على باء ج. ده كده اول مطلوب. حلو. بعدين عاوز طول باء د، عاوز الباء د. طب هنقول الاول في المثلث الف باء ج اللي هو ده كله. بما ان قياس زاويه الف ب 90 درجه، اذا الباء ج من فيثاغورس الباء ج بيساوي جذر 8 تربيع زائد 6 تربيع هتساوي 10، يبقى ده كده ب 10. حلو. بما ان المثلث ده الباء الف بيشابه المثلث الف باء ج، المثلث ده الباء الف بيشابه المثلث الف باء ج، مثلثين متشابهين اللي انا قلتها لك. طالما عندك تشابه وعاوز ضلع، يبقى تقول د باء على الف ج بتساوي باء الف على باء ج بتساوي د الف على الف ج. خلاص. وهتعوض بقى الدال باء هو عاوزها على الف باء ب 8 واكتبها فوق. تمام. وعندك الباء الف بكام؟ باء الف ب 8 على الالف ج. جبنا الالف ج بكام؟ انا هعملها 10 ليه؟ لا ده معلش، ده هنا معلش، احنا خدنا دول. دي مش عندي ولا الف د ولا الف ج. عندي الف ج بس ما عنديش د الف، فمش هحل بيها. تمام. انا عاوز حاجتين فوق بعض معروفين. الباء الف قلنا ب 8 على الباء ج جبناها ب 10. حلو. طرفين متوسطين، يبقى الدال باء بتساوي 8 في 8 على 10 ب 64 على 10 فيها 6 و4 من 10. يبقى انت اول حاجه من التشابه الزاويه قد الزاويه، فالزاويه دي ب 90 فالف ده العمودي على باء ج، وهجيبهم في فيثاغورس في المثلث الكبير باء ج ب 10. حلو. وبعدين هقول له طالما ده بيشابه ده هنجيب الاضلاع المتناظره متناسبه، ده الباء على الف باء بتساوي باء الف على باء ج، وتعوض عادي وتحل وتجيب ده الباء. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال، اي سؤال يخطر على بالك. تمام. طيب تعال نروح للي بعده. هنا اخر سؤال عندنا. بيقول لي مثلث الف باء ج الف د عمودي على باء ج، فاذا كان الف د ب 24
الف باء ب 26، الف ج ب 30، اوجد باء ج. انا عاوز باء ج. يا مستر سهله. قلت له ازاي؟ قال لي مش دي 90 كده كده دي 90. قلت له ايوه. قال لي هجيب بيهم فيثاغورس، وهجيب بيهم فيثاغورس واجمعهم كده جبت الباقي. برافو عليك. بس وعاوز المساحه نص القاعده في الارتفاع. تعال نشوف بقى واحده واحده ايها البطيخ ونهدى كده. في المثلث ا ب د، بما ان قياس زاويه ا د باء تساوي 90 درجه، اذا باء ده ضلع ولا وتر؟ الباء ده ضلع ولا وتر؟ يا مستر ده ضلع. عرفت منين؟ عشان هو جنب ال 90، المقابل لل 90 ده هو الوتر. فالباء د بيساوي جذر 26 تربيع ناقص 24. لو انا عاوز الالف باء وليكن دي 5، كنت قلت الف باء بيساوي جذر 5 تربيع زائد 24. يعني لو عاوز ضلع اطرح، لو عاوز وتر اجمع. خلاص. فاقول له كده الباء د، او تقول باء د تربيع بتساوي الف باء تربيع ناقص الف د تربيع، مش هتفرق برضه. تمام. فالباء د بتساوي جذر 26 ناقص 24 تربيع، هتطلع كام؟ 10. يبقى الباء د ب 10. طب 10. نفس الكلام في المثلث الف د. اوعى حد ينام يا اوعى تنام، صوت راح يالا، اوعى تنام. في المثلث الف د ج، بما ان قياس زاويه الف د ج 90 درجه، اذا د ج بيساوي جذر الوتر تربيع ناقص الضلع تربيع، 30 تربيع ناقص 24 تربيع بالظبط كده على الاقل. اهي هتطلع 18. كده د ج ب 18، يبقى الباقي ج كله بكام؟ ب 28. برافو عليك. بس خلاص. يبقى ده ب 10، ده 18، يبقى ده كله بكام؟ ب 28. الباقي ب 20. هو عاوز مساحه المثلث الف باء ج. المساحه نص القاعده في الارتفاع، المساحه نص القاعده في الارتفاع، فنص باء ج القاعده في الارتفاع العمودي عليها في الف د، يبقى نص باء ج في الف د نص في 28 في 24 بتساوي 336 سنتيمتر مربع. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. اللي عنده اي سؤال يتفضل يسال. ده كان اخر سؤال معانا في النماذج. يبقى احنا كده لخصنا قوانين المنهج كلها في 3 ورقات.